السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح السرور والامل والبهجة والرضا والاكتفاء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله على النعم، الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله. هنا بقى انا كنت صحيت وصليت وبدأت ان انا احضر سندوتشات البنات. قلت لهم بطاطس محمرة وبيض، علشان انا بحاول قدر الامكان اخف الشوكولاته والحاجات الحلوه كلها اللي بيفطروا بيها على الصبح. يعني من باب ان العيال بتاكل حاجات حلوه كتير، كفايه سناك حلو او حاجه حلوه يعني واحده. بلاش يبقى الفطار فيه حاجه حلوه وبعد كده عايزين يحلوا بحاجه حلوه، بيبقى فيه عصاير او فيه حاجات كده. بس انا بحاول ان انا اقلل الموضوع. يعني هتشوفي معايا حتى ان انا هحط لهم 2 من البسكوته اللي هي بالبلح، بس بسكوتين بالعدد، لان الحاجات دي بتساعدهم ان هم يهيبروا. فزي ما انا مش عايزاهم يبقوا الطاقه بتاعتهم كلها بسبب الحاجات الحلوه، انا عايزاهم يبقوا زي ما هم تمام طبيعي كده. يعني مش عايزين حاجات زياده عن اللازم. ربنا يهديهم ويهدي اولادنا واولاد المسلمين عشان صحتهم. انا بنتي صغيره التسوس ابتدى يشتغل في اسنانها بسبب كمان هي ما بتاكلش حاجات حلوه كتير. يعني انا بحاول قدر الامكان ان انا احجب الموضوع. هما بياكلوا بس مش هما بياكلوا مش ما بياكلوش، بس بياكلوا. بالنسبه لناس تانية هما ما بياكلوش. انا بشوف ناس وهي نازله الصبح بتجيب فطار العيال، فطار كل من السوبر ماركت، الكرواسون المحشي شوكولاته، الشوكولاتات اللبن بالشوكولاته، الزبادي بالفواكه، الحاجات دي كلها حلوه، كلها مسكره. هنا حاطط لهم مخلل، المخلل ده بلدي، احنا بنغسله مره واثنين وثلاثه وبعد كده بننقعه في ميه نظيفه ما فيهاش اي حاجه، علشان الموضوع يبقى ايه، يبقى بصوا بتحس ان هو مخلل من بعيد. الملح اللي فيه يعتبر 3%، يعني حاجه قليله جدا. احط لهم ميه و باكد عليهم مره وعشرة ان هم يشربوا ميه، علشان هم بالذات من ساعه ما البرد اشتغل زي الناس الكبيره برضو ابتدت ان هم ينسوا الميه. نزلتهم ورجعت دخلت على المطبخ ما غيرتش هدومي بسبب ان انا كنت عايزه افوق، لاني كنت مصدعه جدا. قلت هفوق ومش هنام، علشان عايزه اخلص كذا حاجه ورايا ومش عارفه اخلص بسبب استاذ صالح بيفضل يلف ورايا كده، فما اعرفش اخلص حاجات كتير. ربنا يهديه ويصلح حاله. عملت ساندوتش بيض وعملت ساندوتش جبنه وعملت كوبايه القهوه، والحمد لله اخدتها ورحت اوضتي اللي هو فتحت الشباك. بقالي اكتر من اسبوع، ده تاني اسبوع ما فتحتوش. فتحته اخر مره كانت يوم اجازه جوزي، فتحتوش من ساعتها. فيعني لا الحمد لله ربنا يهدينا ويصلح حالنا. والله فتحته بعدها بس مش فاكره امتى. فالتراب بيبقى عليه ما شاء الله كميه. انا كنت عايزه اعمل روتين للاوضه النهارده بس الوقت ما سعنيش بسبب ان انا كنت منتظره حد من صيانه جاي، صيانه الاجهزه. بس للاسف الله اعلم اللي حصل. برضو ندي عذر، ناس محدش يعني ضامن اللي بيحصل في حياة الآخرين. فالحمد لله يعني اليوم ما عدى ايه، في حاجات كتير ما عرفتش اعملها بسبب ان انا اقول لا يجي الراجل واكون انا عكيت الدنيا ويتاخر فما الحقش الم الدنيا. فدي كانت للاسف انا رحت نمت، رحت انا انيم صالح، فانا اللي نمت وهو ما نامش. فبعد ما قمت كنت قايمه بقى ايه مصدعه اكتر من المره الاولانيه. فقلت لا نضرب كوبايه قهوه وبعد كده ايه نجمع طاقتنا عشان اليوم يمشي. والحمد لله المره دي فعلا قمت ودخلت اول حاجه على الاوضه بتاعه العيال، قلت عشان هما بيناموا فيها واغلب الوقت بيكونوا قاعدين فيها، فبيبقى قليل قوي ان انا اعرف ادخل اعملها واظبطها كلها مره واحده، عشان بيدخلوا ورايا ويفضلوا صالح يفتح في الدولاب، يفتح في دي يقفل في دي. فما ببقاش عارفه ان انا اخلص حاجه مره واحده، وبتعصب لما الاقي ان انا حد ماشي يلخبط ورايا اول باول، لان نفسي اشوف حاجه خلصانه كده. طبعا عصبيتي مش في محلها، علشان المفروض ان انا ابقى فاهمه ومقدره ان ده طفل وفي سن استكشاف. بس انا كشخص يعني هو طول الوقت بيعمل ورايا كده، ببقى اللي هو لا انا عيني مشتاقه اشوف المكان متنظم شويه، نفسي اشوف الدنيا متروقه كده يعني. فالحمد لله على كل حال، ربنا يهديه ويصلح حاله ويهدي اولادنا واولاد المسلمين ويبارك في اولادكم يا رب. وهنا بدات بقى ايه الم في اللعب بتاعتهم. وبعد ما شلت المفارش اللي كانت على السرير، الغساله كان فيها غسيل، فانا استنيت بقى ان هي ترتاح شويه. ابتديت ان انا ايه المفارش دي عشان تقيله انا ما بحطهاش مره واحده، بحط الكيس المخدات مره واحده، وبحط الملايات نفسها او المفارش نفسها كل مفرش في مره. فرشت حاجه خفيفه المره دي علشان انا حاسه ان الجو ابتدى يحرر بقى ايه، كفايه البطاطين. حتى العيال بقت تنطر الغطا كتير
والكبير برضو انا عن نفسي بتحتاري تلاقي لا ان انت مش طايقاه فتروحي شايله شويه بردتي هشده تمام. فالحمد لله السنه دي ما شفناش اي برد. يعني والله الواحد زعلان ان الشتاء ما جاش شتاء، ان المطر امتنع في موسم المطر، فده بلاء وربنا يرفع عننا البلاء ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلي على النبي كتير، اذكري، خدي نفس طويل وطلعي بالراحه، كل شيء بيخلص، كل شيء بيهون، مفيش حاجه ما بتخلصش. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. لو ما تعرفينيش انا فرحه وقناه هنا بنعمل فيها روتينات وبنعمل فيها فلوجات حلوه وبنعمل فيها دردشه ووصفات لذيذه كده سهله وبسيطه وان شاء الله النهارده في وصفه كده ان شاء الله تعجبكم. انا هنا بعد ما السجاد انا ما بقيتش بنفضه تنفيض كده او اخبطه في الارض عشان انزل التراب، الاول بلم بالمكنسه وبعدين بشيله وامسح الارض تنشف لان المروحه شغاله فوقيه، وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على محمد بعد ما بفرش بعطر واطفي النور ويلا باي الاوضه كده خلصت. كنت داخله على اوضتي بعد كده قلت لا الفني بما انه جاي هو هيكون في المطبخ، فانا قلت لا اخش الم المطبخ، الموضوع كده مش هيكون في احسن حالاته. فدخلت ولقطت الحاجات اللي عايز تلقط ونضفت الرخامه وغسلتها. كنت عايزه كمان احضر الاكل علشان العيال هيروحوا التمرين وهيرجعوا. انا مش عارفه الفني حرفيا ده كان ملخبط يومي، لو انا مش عارفه هيجي قبل ولا بعد، هيجي امتى بالظبط يعني، لا كان كركب لي الدنيا. بس الحمد لله اهو ما جاش خالص. رب يعني اتمنى انه ما يكونش حصل له كارثه، لان يعني المسلم ما نسلم الناس من لسان هواده، فانا ما اتمنالوش الاذى. هو عطلني شويه بس ايه لعله فيه خير، يعني لو كانت في حاجه اتعملت ما كانتش الله اعلم الله اعلم. الحمد لله على كل حال. دخلت على المطبخ حطيت حله على النار علشان كانت عندي وانا بدور في الفريزر كده. والله يا جماعه الحاجه دي بتنفعني قوي، لما بيكون عندي اي حاجه بشيل منها كام قطعه. يعني الكيس اللي انا طلعته النهارده وانا كنت بدور على بسله او جزر، كنت بدور على الجزر لان الجزر ما كانش عندي فريش، فلقيت كيس كده كان فيه كوارع، كيس صغنن. الكيس ده انا كنت شايلاه من مره كنا جايبين فيها ما شاء الله كانت يعني الكارع كان كبير، فانا شلت منه كيس. قلت لا ما هو يعني ايه، يعني مش هتفرق، خليه على جنب الوقت عوزه، طاجن صغنون حاجه كده. اللهم صل على النبي، يعني الحاجات دي بتنفع اللهم بارك. ربنا يبارك في كل حاجه يعني ان شاء الله، في الذات وفي العمر وفي الوقت، ربنا يبارك لكم في اوقاتكم يا رب. وفعلا انا بقالي فتره طويله بعمل الحكايه دي، جبت بانيه بشيل شريحه اتنين والله على مكرونه لعيل ليا، آه ليا انا يعني. اللهم صل على النبي، جايبه نص كفته مفرومه، جايبه لحمه تشيلي قطعتين، والله جايب اي حاجه بشيل منها كده. بتلاقيها الحاجات دي على جنب وقت ما تكوني ما عندكيش حاجه. انا شلت بنيه ان هو ايه يسد جنب اي حاجه تكون اي حاجه تانية قليله، فاعمل الاتنين قصاد بعض فيكملوا الدنيا. والحمد لله يعني الحمد لله الحاجه بتتلاقي. فكان بقى لي فترة طويلة ما عملناش كوارع، فوانا يا ربي هو ده ايه يا ربي. بس بعد كده ما خدته في النور عشان نور الفريزر ما كانش مبين لي حاجة. والله هو انت لسه موجود؟ انا افتكرت ان انا عملته من زمان، ما كنتش واصله له بصراحة. بس الحمد لله قضيت والموضوع ماشي على خير. انا بطلع كوارع بنضفها كويس جدا 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 وبنقعها شويه بالليمون وبالجنزبيل، ورق الغار في شويه ميه قليلين ومع شويه سكر عشان لو في اي زفاره، وبفركهم كده. في ناس بتحط سمسم، في ناس بتحط اللي بيفرق دقيق. واحدة عن التانية تفاصيل مش أكتر، يعني هي برضو راحة نفسية للشيء. واحدة مقتنعة بالدقيق، واحدة مقتنعة بالطحينة، واحدة مقتنعة زي ما أنا بعمل. عادي عادي جدا، هي أذواق. أنا آسفة على الإزعاج اللي رايح جاي في الشارع، بس والله أنا عمالة أهرب منه مفيش أكلها مفيش مفر. كأني كنت بندم على الموتوسيكل ده إن هو يجي لما ذكرت سيرة الإزعاج. يلا الله يصلح حال خلقه. زي ما قلت لك خليكي راضية وعندك قناعة إن ربنا هيوفقك ويعني ييسر لك أمورك الأفضل ليكي. ساعات كتيرة كنت بقول هو انا ليه اللي بتمناه ما بيمشيش، هو انا ليه لما بعوز حاجة يعني ما بتكونش زي ما انا عايزة. بعد كده سمعت اكتر من حد، والحمد لله ان ربنا هدانا الى هذا وما كنا من غيره لمهتدين. انا اسفة لو بقول الكلمة او بقول التعبير نفسه مش في اصح حالاته، بس الموضوع ده بيفرق واحدة عن واحدة فعلا. وجهة نظرك، صلتك بربنا، ظنك بالله ان ربنا هيقدر لك الخير ايا كان. مش في برضو حسن الظن ده بيعمل راحة نفسية وطمأنينة وبيخليكي راضية باللي هيجي واللي موجود.
زي والله سمعت قصة برضو عجبتني قوي، وكنت لسه بقولها من قريب لحد لاختي حبيبتي. كنت بقولها كان في واحد الشيخ كان بيحكي قصة ان للموقف دايما اكتر من رد فعل. فالشخص ده وهو مروح كان قبض النهارده ومروح، فروح لقيت التلاجة باظت. فالرد الاول ان هو قال ياه، هي التلاجة مستنياني اقبض عشان التلاجة تبوظ، وكان متمرد وكان متضايق ومتعصب ان الحاجة دي حصلت، وكان يعني حرفيا الشياطين بتتنطط حواليه. والرد التاني كان بيقول الحمد لله ان التلاجة ما باظتش غير لما انا كان معايا فلوس اصلحها. الحمد لله، ده ربنا لطيف بيا. ما هي لو كانت باظت قبل كده ما كانش هيبقى معايا فلوس اصلحها، وما كانتش التلاجة هتبقى موجودة شغالة في البيت، لا هنقدر نحط فيها مية ولا نقدر نحط فيها شوية اكل، فكنا هنبقى في حوسة. فلا، يعني فعلا لكل حاجة اكتر من زاوية، فلازم تحطي نفسك مكان الشخص الاخر علشان تقدري الموقف صح، او عشان تشوفي الموضوع من كل الزوايا. هفضل احكم من ناحيتي بس بس بس، ده غلطان وده غلطان ليه؟ عشان انا شايف الموضوع من عندي. طب ما تتحركي شوية، طب ما تشوفي دي، طب ما تاخدي مكان ده، علشان نحس ببعض ونقدر بعض، علشان الأنفس فيها اللي مكفيها. فبلاش نيجي على بعض يعني نتحامل بزيادة. هنا أنا كنت أنا كملت لكمش الكوارع صح؟ بعد ما بتاخد الشطفة زي ما أنا قلت لكم، بحط لها مية تغلي، وبعد كده باخد المية دي أكبها، بتكون طلعت بقى رغاوي، ولو فيها زفارة تكون طلعتها والحاجات دي. تاخد من 5 ل7 دقايق غلوة محترمة كده، وبعد كده بكب المية دي واخد دي اديها شطفة، واغسل الحلة غسلة متينة من اي ريحة فيها، وبعد كده احط فيها شوية زيت والمطيبات زي ورق الغار والحبهان والقرنفل، الحاجات اللي انت تحبيها، بصلاية، فصين توم، قرن فلفل، كام قطعة من الجزر، عندك كرفس حطي، انا ما عنديش كرفس صراحة. وتدي بقى ايه، تروحي نازله بالكوارع وشوحي شوحي لحد ما ايه الموضوع ياخد صدمه من كل الزوايا. صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو تكون لسه محطيش لايك ولا اشتراك اخسى عليكي، بسيطه. يلا صلي على النبي كده، قومي حطي ايه، حطي لايك متين كده. وبالله عليكم اللي وراها اي حاجه تقوم تعملها وانا جنبك، سيبي التليفون في اقرب حته ليكي، تكون جايبه شبكه وتكوني سامعاها كويس. قولي لي رايك في الفيديو لو عجبك، والمواضيع اللي هنتكلم فيها، والدنيا تظبط ازاي. صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بقى كنا خلصنا الاكل وسبته على جنب، علشان انا كنت هعمل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هعمل شويه صلصه بالبصل والثوم، علشان اول ما ياخدوا غلوتين مع بعض يروح حاطه لهم كبشتين من الشوربه، وبعد كده احط فيها الكوارع تكون ايه استوت. انا الكوارع ما بحطهاش غير لما تكون دابت كده، دابت حرفيا في الصلصه، وبعد كده بقى ايه بدخلها الفرن، تاخد لها تلت ساعة نص ساعة، هي على حد ما ايه ما الطاجن يبقى ايه مبكبك كده مع بعضه. صليت على النبي، عمل جنبه شوية ملوخية وشوية رز أبيض. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. الفراخ حطيتها للعيلة لأن العيال ايه ما بتاكلش، يعني حطيت كام قطعة من الفراخ كانت عندي في الفريزر، علشان العيال مش بتاكل الكوارع قوي. وكمان لو الكوارع خلصت أول يوم هتبقى برضو ايه تاني يوم كل واحد ياخد له قطعة من اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد من الفراخ تاني يوم. هنا انا حاطط لكم المقادير والحاجات اللي انا عملتها في القراقيش، علشان في حاجات ممكن انساها ممكن اتلخبط فيها، لا فالكتابه هنا كنت مركزه فيها جدا جدا جدا. وما تنسيش رشه الملح في اي مخبوزات تعمليها. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. المخبوزات بتدي ريحه حلوه للبيت، وبالذات هو المفروض في الشتاء بس احنا مش في الشتاء قوي، بس ناس كتيره المخبوزات دي ما بتخلصش من عندها. المخبوزات دي شيء اساسي، اشي كيك، اشي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، قراقيش، قرص، كرواسون، حاجات كتير قوي. فخلي بيتك دايما عمران ومليان من الحاجات اللي العيال بتنقنق فيها دي وتخطط فيها في الرايحه وفي الجايه. ركزي في التفاصيل، لو انا حاجه ما قلتهاش قولي لي عليها وانا اوضحها لك. هنا السمنه كانت في درجه حراره الغليان المفروض، بس ما استنيتهاش قوي علشان اعرف يعني ما اطولش قوي وانا بعمل بالخشبه، عشان عشان المرحله دي عشان ادخل ايديا بسرعه، لان انا بحب ان انا اكون لامسه الحاجه. اي نعم نفسي اجيب عجان، بس طول ما فيش العجان في ايدي، لما يكون في العجان هو هيقول لي عنك يا ست الكل، عنك يا نور عينيا، انا هعمل لك المهمه دي. فربنا يرزقنا ويوسع علينا كلنا، وهذا الشخص هذا الضيف العزيز الغالي يتوفر في منزلنا عن قريب، وان شاء الله يمكن يكون المنزل الافضل، يكون المنزل الاحلام، تفاصيله بقى تكون على المزاج.
فمفيش شيء بعيد عن ربنا، وربنا هيوسع علينا وهيكرمنا عاجلا غير آجلا بأمر الله. والحمد لله الحمد لله دايما وابدا. مش معنى ان انا بقول ان احنا نكون راضيين باللي احنا عندنا ما يكونش في طموح ان احنا نوصل في الحاجه احسن، بس ما يكونش في بطر، ما يكونش في عدم رضا. يعني انك تكوني كارهه حياتك وكارهه التفاصيل البسيطه اللي ممكن تميزها عن غيرك. شايفين ملمس العجينه؟ يا خراشي يا خراشي، خطيره خطيره. بقول لك كده، هنا كنت بقول لك العجينه هنا خطيره. انا نسيت وكتبت بالابيض، اكيد انتوا شايفين، واللي مش هتشوفيه كويس وقفي الفيديو وركزي عليه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. شايفين الحلاوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تسلم ايديها. هتسيبيها تخمر من 15 ل20 لنص ساعه. بطاطس طبعا احنا في الشتاء، فهنسيبها مثلا ساعه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فالحمد لله تكوني غسله الرخامه كويس، او تحضري كمان الكوستر او الحاجه اللي بتقطعي عليها مفرش العجين، والموضوع بيمشي، مش هيقول لا. بس المهم ان انا كانوا عيالي نايمين صراحه الوقت ده، عملته بعد ما العيال ناموا، لان انا خلصت الاكل، هم جم من التمرين اتعشوا، وبعد كده قعدوا شويه يلعبوا ويتنططوا حواليا. كنت انا نشرت غسيل وطبقت غسيل، وحاجات كانت بتاعتهم مش نظيفه فدخلت عملتها بالصابونه. وبعد كده طلعنا قعدنا شويه مع بعض، اتفرجنا على حاجه سوا. بعد كده دخلت نيمتهم، لان هم مش بيناموا غير لو انا جنبهم. انا بحب العاده دي ساعات، وساعات بكون طب انا ليه عملت كده في نفسي، عودتهم على كده ليه؟ بس لا، مش عارفه صح ولا لا. بس الحمد لله عامه. يعني هو الفكره ليه بحبها وليه ما احبهاش، علشان بكون ساعات بقول ما هم يخشوا يناموا لوحدهم، عشان يبقى العيل متعود ان هو يدخل لوحده. بس بسيطه، العيال بتكبر والوقت بيعدي والحمد لله. كل الستات بتخش اول ما عيالها تنام تخش تقولك هاخد وقت لنفسي، ايش سكين كير، ايش تظبيط في نفسها، ايش تقعد على التليفون. انا ممكن اشغل التليفون جنبي يعني، ما لكن ان انا امسكه كده واكون عايزه اعمل حاجه بكون متعصبه. كمان عايزه اعمل بسكوت خطير، الكيلو منه ب100 جنيه، بسكوت من بتاع الافران، بس ايه، جميل جمال، حاجه اوعى صراحه. لمحبي الاعشاب هيحبوا، لكن اللي ما يحبش الاعشاب مش هيحبوا صراحه. هنا انا كنت جبت عجوه، والعجوه لازم تكون نوع نظيف نظيف نظيف، متاكده انه نظيف 100% عشان ما يكونش فيه اي رمل اي زلط الحاجات دي. وانا عجنته هنا بشويه قرفه وشويه حبهان مطحونين. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. حلوه، والطريقه جربتها اختي وجربتها امي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله نالت يعني ارضائي لكل اللي جربها بالمقادير اللي انا قلتها لكم. ما هو الفكره انك توصلي لطريقه معينه، ما يكونش حد قايل لك عليها بالظبط، لان انت لما بتتفرجي على وصفات كتيره بتاخدي من كل واحد معيار او تكه معينه، ولما بتيجي انت تطبقي بتطبقي الطريقه تالته خالص. يعني انت سمعتي من فلان ومن علان، انت عملتي حاجه تالته خالص. دول شويه اللي عملتهم مكورين كانوا حلوين، كانت حاجه كده دايبه، والله جد بجد كانت دايبه. هنا انا كنت عملت الساده وعملت اللي بالعجوه، هنا كنت خلاص الحمد لله. يا رب تكون الفيديو عجبكم. سلام.